السلام عليكم. هذه واحد المراه كتحكي وتقول السيمانه اللي فايته مشيت خطبت لولدي واحد البنت. ولدي كان هو اللي اختار هاد البنت وكان معجب بها وكان زعما يعني باغيها وفرحان بها. وانا وبناتي حتى حنا في الصراحه عجباتنا البنت عجبانا يعني سولنا عليها بنت عائله مثقفه ما عندنا ما نقولوا. ولكن المشكله اخواتي اللي بغيت نتشاركها معكم هي ان ملي مشينا طلبوا لينا 2 المليون في الصداق وطلبوا لينا الذهب يعني واحد الكوليي واحد الحلقات وبراسلي وهاد الخاتم يعني كلهم كيكونوا يعني قالت لك كيكونوا مجموعه وحده ماشي اي براسلي ولا اي هما مجموعه اخر ما كاين يعني بواحد المواصفات هما اللي باغين. والبنت قالت ليه انا راه هاد الشيء باش كنتزوجوا في العائله ديالنا بنات خالتي هاد الشيء باش كيتزوجوا وحتى صحاباتي. ايوا ما نكذبش عليكم اخواتي انا ما عجبنيش الحال ورفضت يعني قلت ليه هادشي مستحيل. هادشي اللي طلبوا لك راه مستحيل انا راه فيا ما نعاونك على هادشي ولكن ولدي راه بزاف راه باش يطلبوا لك هاد الذهب بهاد المواصفات وخصوصا اننا مشينا عند الذهبي وسولنا على هادشي بحال اللي باغا هي بديك المواصفات اللي باغا لقيناهم يعني غالي داكشي بزاف وراه نتوما عارفين اخواتي الثمن ديال الذهب شحال غالي هاد الايام. ايوا قلت لولدي هادشي ما يمكنش انا ما بانش ليا هادشي علاش كيغليو عليك خصوصا انها هي بعدا عارفاك يلا يلا بديتي الخدمه ويلا كتكون في راسك وبغيتي يعني تزوج بها خاصها بالعكس خاصها هي تدخل وما تخليش والديها يعني يفرضوا عليك هادشي كامل بحال هكا. ايوا ولدي تا هو اش غادي يقول ليا صافي ماما كاع ما تهزي الهم ما تفكريش في انا قاد بهذا الشيء والبنت راه كتستاهل كل خير وهذا الشيء راه ما يغلاش عليها وانا اللي عارفها وراه ما نقدرش نخسر لها خاطرها. اشوف يا ماما انا غادي نهز كريدي وغادي نشري لها الذهب اللي بغات وغادي نعطيها الصداق اللي بغات ما يكون غير خاطرها انت يا ماما غير تهناي. انا دابا ماشي ما راه قادره نعاون ولدي نعاونو ويعني في هذا الشيء اللي طلبوا ليه ولكن ما تسلطتش ليا الصراحه انها هما شافوا الولد باغي البنت وطيح عليها وكيبغيها وداك الشيء ناضوا بداو كيغليو عليه بحال هكايا. انا بعدا كيبان ليا هذا الشيء استغلال بحال هكا بحال هاد الولد باغي يتزوج ببنتكم خاصكم تعاونوه بالعكس تسهلوا ليه يعني داكشي ماشي تزيدوا تقويو عليه جيب 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 بزاف هادشي. المهم راه هو المعقول وانا ضد الفكره ديال ان ولدي يهز كريدي باش يدير لها هي خاطرها وضد ان ولدي يبدا حياته الزوجيه بالكريدي غير باش تبقى هي على خاطرها وباش تبان على بنات خالتها وعلى صحاباتها. انا قلت لولدي صافي نساها ولدي ورا الله دابا يعوضك بشي بنت اخرى تكون درويشه وما تزيدش تقوي عليك بحال هكا وما تزيدش ما تكونش متطلبه بزاف بحال هادي. قلت لولدي هادي راه باينه من الاول راه شتي هادشي اللي درتي لها هادشي كامل يعني وفرتيه ليها وعطيتيها هادشي اللي طالبه لك وبغيتي اديتي لها الذهب اللي بغات وهادشي راه غتبقى دائما معفره عليك ودائما يعني ما عمرها هادشي راه في البدايه باقي ما شفتي والو. المهم انا كنشوف دابا المصلحه ديال ولدي هي اللي عندي في المقدمه وانا راه فيا من نعاون ولدي ولكن ما بغيتش هادشي اللي زادوا قوّاو عليه بزاف ما عنده حتى معنى هادشي. داكشي علاش انا هزيت التليفون وعيطت لمت هاد الخطيبه ديال ولدي وقلت ليها راه هادشي اللي طلبته لولدي راه بزاف راه ما يمكنش هو راكم نتوما عارفين راه يلاه بادي الخدمه يلا كمل القرايه ديالو يلا بادي باش غادي يجيب ليها هاد الذهب اللي باغا هي بهاد المواصفات وباغا 2 المليون في الصداق راه بزاف هادشي راه انا ولدي راه ما قادرش على هادشي. ايوا ولدي ملي قلت ليه انا هادشي قلت ليه راه كاين راني عيطت واش قلت ليهم ما عجبوش الحال وبحال تقلق عليا. انا وياه دابا في صراع يعني داخله مع ولدي في صراع ما بقى لا كي ياكل معانا لا يجمع معانا غير كيجي من الخدمه يقول لنا السلام عليكم وكيمشي كيدخل لبيته وكيسد عليه. اش بان لكم اخواتي عافاكم لما افيدوني
واش انا على الصواب ولا غالطه بالتصرف ديالي؟ عافاكم، خليو لي الاراء ديالكم، راه كتهمني بزاف. خليو لي الاراء ديالكم في التعليقات فضلا منكم.